بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لما تكلمنا عن كيفية وصول القرآن العظيم إلينا مكتوبا، ذكرنا أن سيدنا عثمان أمر سيدنا زيد بن ثابت واللجنة التي معه بكتابة عدد من النسخ وإرسالها إلى الأمصار، وقلنا كلمة الأمصار معناها التجمع البشري الكبير: الكوفة، البصرة، الشام، اليمن، البحرين، مكة، المدينة. طيب، وقيل للناس: اعرضوا ما بأيديكم من أشياء من القرآن مكتوبة، اعرضوها على هذه المصاحف الموثقة، فما وافق فأبقوه وما خالف فحرقوه. يعني واكتبوا بدلا منه من فين؟ من النسخ الموثقة. وهكذا فعل الناس. ثم إن الله أكرم هذه الأمة بعلماء نظرهم استراتيجي، يعني للمستقبل، ينظرون إلى الأمام، فقالوا هذه المصاحف يعني مكتوبة على الجلد، رق الغزال، قد تتلف، قد تأكلها الدودة، قد تحرق، قد تضيع، وكتابتها فيها أشياء موافقة لما يعمله الناس من الإملاء، وفيها أشياء خاصة بالقرآن، فلعلها تتعرض للتلف، فنظروا فيها حرف كلمة كلمة وقارنوها بما اعتاده الناس من الإملاء، فالكلمة الموافقة موافقة، لكن الكلمة المخالفة ضبطوها، أخرجوا. مثلا الحمد لله كل الناس تكتب الحمد لله، ربي كل الناس تكتب ربي، العالمين العالمين فيها ألف منطوقة، العالمين كل القراء يقولون العالمين، لكن في الخط لا يوجد ألف، مكتوبة العالمين، فأخرجوها ووضعوها على جنب. الرحمن كل الناس تكتب الرحمن، الرحيم، ملكي مالكي، أخرجوها ووضعوها على جنب. يومي كل الناس تكتب يومي. الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا. الصراط مكتوب الصراط، لكننا نقول الصراط فيها ألف بإجماع، أخرجوها. وهكذا الكلمات هذه التي أخرجوها بعد ذلك فصلوها، ميزوها، فقالوا باب ما حذفت منه الألف، باب ما حذفت منه الواو، باب ما حذفت منه الياء، باب ما زيدت فيه الألف يعني ولا تنطق، باب ما زيدت فيه الواو يعني ولا تنطق، باب ما زيدت فيه الياء يعني ولا تنطق، باب ما كتب بكيفية ويقرأ بكيفية. افتحوا المصاحف تجدون الصلاة والزكاة والحياة والنجاة، هذه الأربعة مكتوبة بالواو. ولا أحد من العرب يقول الصلوا والزكوا والحيوا، ما أحد يقول هذا. انتبهتوا؟ فهذه كتبت بكيفية وتنطق بكيفية كمان، هذه حصروها لوحدها. باب ما كتب مقطوعا وما كتب موصولا، أن لا في سورة كذا وكذا 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 وكذا، حيث ما، من ما، إلى آخره. باب ما رسم بالتاء المبسوطة أيضا جردوها وأخرجوها. فضبطوا لنا الأبحاث التي خالف خط المصحف فيها ما اعتاده الناس من الإملاء، فظهر للوجود
مجموعة من المؤلفات اسمها علم رسم المصاحف. شو اسمه؟ علم رسم يعني كتابة. الرسم هنا بمعنى الكتابة، مو الرسم يعني يقعد يرسم، لأنه الرسم في عصرنا عم يرسم شجرة، عم يرسم بيت. كتب علم رسم المصاحف. انتبهتوا كيف؟ بحيث لو تعرضت هذه المصاحف الأمهات للتلف لاستطعنا أن نكتب واحدا مثلها تماما لا يزيد ولا ينقص بسبب هذه المؤلفات. أدركتم عظمة ما فعله أئمتنا؟ وهذا الذي خافوا منه قد حدث. فالآن في عصرنا لا يوجد ولا مصحف عثماني أبدا. يوجد مصاحف قديمة من 100 الأولى لكنها ليست العثمانية، مثل مصحف طشقند، مثل مصحف المشهد الحسيني في القاهرة، مثل مصحف طبقبي سراي في اسطنبول. انتبهتوا؟ هذه المصاحف القديمة من 100 الأولى هجرية لكنها ليست عثمانية. انتبهتوا كيف؟ نرى على اللوحة الفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث. الفرق بين المصحف، بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث، وينحصر الفرق بينهما في 5 مسائل، هي حروف تنطق وهي محذوفة في الخط مثل الرحمن، الله جل جلاله، حروف مكتوبة ولا تنطق، وقلت بالأمس مثل واو أولئك، أولئك على هدى من ربهم، ما أحد يقول أولئك على هدى من ربهم. مثل ألف 100 تكتب ولا تنطق، حروف مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية كما ذكرت الآن: الصلاة والزكاة والنجاة والحياة والصراط ويبسط وبسطة والمسيطرون. المقطوع والموصول من الكلمات ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. 5 مباحث. مباحث جمع مبحث، وأبحاث جمع بحث، بحث أبحاث، مبحث مباحث. وإليك بيان كل من هذه المسائل في اللوحات التالية. أولا، حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، نحو الألف من مالك، الكتاب، الواو من داود، ماوري، الياء من فما آتاني الله، إيلافهم، اللام من والليل، الليل مكتوبة بلام واحدة، نحن في الإملاء نكتبها بكم لام؟ بلامين، لام الليل ولام التعريف. واللائي، النون من ننجي المؤمنين. ثانيا، حروف مكتوبة ولا تنطق، نحو الألف من قالوا، شفتوها؟ هذه كانوا يكتبونها ولا ينطقونها. انتبهتوا كيف؟ ما أحد ينطق الألف اللي بعد قالوا، اسمها ألف إيه؟ التفريق. طيب نستطرد، نخرج قليلا. كل شعب يأخذ حروف غيره ليكتب لغته بها سيقع في مشكلة. والعرب أخذوا حروفهم من سكان شمال الجزيرة، من سكان شمال الجزيرة العرب، يعني منطقة الأردن تقريبا. انتبهتوا؟ لذلك الصلاة والزكاة بيكتبوها بالواو، أهل كانوا ينطقونها بالواو. هلأ بالأردن، أنت عشت بالأردن، جنسيته أردنية. بالأردن بيقول لك فلان عم يأكل، صح ولا غلط؟ هز براسك حتى يشوفوا. أيوة، فلان عم يأكل. عم يأكل. لا. إلى الآن بعد 1450 سنة بدل يأكل شو بيقولوا؟ يأكل، عم يأكل. ففي زمن النبوة كانوا يقولوا الصلوا، الزكوا، النجوا، الحيوا.
العرب أخذوا الخط كما هو، لكن هم لا يقولونها كذلك. لذلك لما رفع المصحف إلى سيدنا عثمان قال: أرى في المصحف أرى في المصحف لحنا. لحن يعني حروف مكتوبة بخلاف ما تنطق، ستقيمه العرب بألسنتها. يعني العرب ما ممكن عرب يقول الصلو، ما ممكن. شو بيقولوا؟ صلاة. انتبهتوا كيف؟ كذلك بعد ظهور الإسلام شعوب أخذت الحروف العربية وكتبت لغتها بها، مثل يعني الفارسي والأفغان والهند وباكستان وكذا، فوقعوا في نفس الموضوع. عندهم حرف أو، حرف إيه؟ أو، وبالعربية ما في أو، فصاروا يضعون بعد الواو ألفا، مثل ألف التفريق في قالوا. في بلد اسمها خورزم، شو اسمها؟ خورزم، فيضعون ألفا. فأبناء العرب في زماننا هذا لجهلهم يقولون خوارزم، والعالم اسمه الخوارزمي. لك يا عمي ما في خوارزم ولا في خوارزمي، في خورزم وخورزمي. في بلد أيضا في أفغانستان اسمها خوست، لعلكم تسمعون بها، خوست يكتبونها بألف، الغشيم مثلي يقرأوها خواست، والعالم الخواستي. لك يا عمي ما في خواستي. جوهر، جو ما في أو بالعربي، فيكتبون ألفا، فالغشيم مثلي يقرأها جواهر. بيقول لك أندونيسيا كان فيها حاكم اسمه جواهر لال نهرو، جواهر لال نهرو، ما في جواهر، في جوهر، مثل جوهر دوديف اللي كان في هذه البلاد أو كذا. أو، انتبهتوا؟ أما بالعربية أو. شو اسم هذه الواو؟ خوجة. خوجة هذا أيضا أظن فارسية أيام دي، خوجة بمعنى أستاذ، مستعمل في الفارسي ومستعمل في التركي. خوجة يعني أستاذ، خوجة أفندي يعني حضرة الأستاذ. ففي بلاد العرب في زماننا بيقولوا الخواجة، الخواجة، والجمع خواجار. ما في خواجار، لا في خواجة ولا في خواجار، وإنما هو خوجة. لكن من لا يعرف سر هذه الألف ينطقها. انتبهتوا كيف؟ نعود إلى الحالة الأولى، حروف مكتوبة ولا تنطق. الألف أو لأذبحنه كتبت هكذا، أو لأذبحنه بألف هنا. ليه؟ الله أعلم. لشيء في الكهف فقط 100 هكذا. الواو في أولئك ما أحد ينطق الواو. سأريكم دار الفاسقين، ما أحد يقرأ سأوريكم دار الفاسقين. أولو ما أحد يقول أولو. وأيضا هذه إيش؟ أولات، أولات الأحمال. الياء من بأيد كتبت بياءين وتنطق بإيه؟ بياء واحدة. إيتاء شو هي؟ نبأ المرسلين. نبأ همزة ساكنة إذا وقفنا، وفي الوصل همزة مكسورة. نبأ المرسلين، هذه الياء لا تنطق. وملئهم نفس القصة، حروف مكتوبة هذا ثالثا، حروف مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أخرى، مثل الألف المكتوبة واو، الصلاة والزكاة والربا. انتبهتوا؟ الألف المكتوبة ياء، مثل إيش؟ يصلاها، بشرى، مو يصلاها هي؟ بشراكم، التوراة. الهمزة المكتوبة واو، مثل تفتأ، كل القراء بيقولوا تفتأ، وإذا وقفوا تفتأ. العلماء ايش هذه؟ ويدرأ. الهمزة المكتوبة ياء، مثل تلقائي، في الوصل تلقاء نفسي، وعند الوقف تلقاء. من وراء إسحاق يعقوب، نفس القصة. هذه ايش؟ آناء الليل. انتبهنا؟ خامسا السين المكتوبة صادا، ويبسط بسطة فاذكروا. هذه حروف، هذا رقم 3. صار عندي رقم 1. مين بيتذكر شو هو؟ حروف تنطق وغير مكتوبة. الثاني مكتوبة ولا تنطق. الثالث مكتوبة بكيفية تقرأ بكيفية. الرابع المقطوع والموصول.
من الكلمات، ما رسم مقطوعا، مثل ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، كتبت هكذا. فلنا أن نقف اضطرارا أو اختبارا ما أو مال، اضطرارا أو اختبارا ولا يتعمد. وحيثما أيضا إذا كتبت هكذا نقف على حيث. الياسين قلت لكم هذه كلمة واحدة، الياسين كلمة واحدة بوزن إفعاليل على قراءتنا. أما على قراءة آل ياسين فهي كلمتان، آل مثل آل فرعون يعني. ما رسم موصولا مثل يا ابن أم، هذه 3 كلمات، يا ابن أمي، يعني يا من أمك أمي، يا ابن أمي. انتبهنا؟ يا ابن أم، ما يوقف إلا على آخرها لأنها كتبت إيه مع بعض. ويكأنه، قلنا ويكأنها كلمتان، وي للتعجب وكأن، انتبهتوا؟ وفي من القراء من قال لا ويك أنه، وما أظن مصيب اللي قال هذا الكلام، لأنه إلى الآن في المملكة العربية السعودية إذا تعجب أحدهم أو إحداهن يقول وي. إلى الآن شو بيقولوا؟ وي، يعني هذه للتعجب. وي كأن الله يبسط الرزق. بالأردن فيه، بالشيشان، بالله شو بيقول؟ الله أكبر، كمان وي 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 وي. بدنا نضيفها للقائمة هي. الحمد لله هي وجدت أنا كلمة شيشانية أحفظها، بكرة إذا قالوا لي شو تعلمت بقول وي. 5 ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث، نحو ورحمة ربك، هذا في المصحف موجود وشرحته لكم باستفاضة. انتبهتوا كيف؟ نعمة الله، امرأة نوح. هذه هي الأمور ال5 التي حصرها علماؤنا في الفرق بين ما اعتاده الناس من الإملاء وبين إيه؟ وبين المصحف الشريف. أيوة، الآن المبحث الأخير أيضا مبحث تكميلي، حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام من جمع القرآن، جمع بمعنى حفظ، من جمع القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه. من جمع القرآن ألبس الله والديه تاجا من نور يوم القيامة، ضوءه أشد من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فيقولان مين هما؟ أمه وأبوه، بما أوتينا هذا، يعني بأي عمل؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فبعدها قال صلى الله عليه وسلم فما ظنكم بالذي عمل بهذا، يعني إذا من أجل حافظ القرآن هكذا يفعل بأمه وأبوه، طب هو شو حيكون؟ أكثر وأكثر، أليس كذلك؟ ثم انتبهوا إلى هذه الناحية اللطيفة، من جمع القرآن ألبس الله والديه تاجا من نور. طب وإذا عليهم ذنوب ومخالفات؟ معناها الحديث فيه بشارة ضمنية، بسموها بعلم البلاغة بشارة ضمنية، كأنه قال غفر الله ذنوبهما وأدخلهما الجنة وألبسهما تاجا من نور. مو معقول يلبسهم تاج من نور وعلى جهنم، معقول؟ حاشا. طب هل صرح الحديث بذلك؟ لم يصرح، لكن اسمها بشارة ايه؟ ضمنية، كأنه قال من جمع القرآن غفر الله لوالديه وأدخلهما الجنة وألبسهما تاجا من نور. هذه ناحية لطيفة دقيقة. تعريف حفظ القرآن الكريم، أدوات حفظ القرآن الكريم، أركان عملية حفظ القرآن الكريم، الأمور المعينة. حفظ القرآن الكريم
شو معنات فلان حفظ القرآن؟ شو معناها؟ هو الحفظ يعني عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية. شو هي رواياته التلفظية؟ حفص، ورش، قالون، دوري عن أبي عمرو. لو إدخالها لوين؟ إلى الذاكرة العميقة. معناها الإنسان كم ذاكرة عنده؟ ذاكرتين، ذاكرة قريبة وذاكرة عميقة. نحن أول ما بتدخل المعلومة بتدخل لفين؟ للقريبة، وما بتدخل من القريبة للعميقة إلا بإيه؟ بكثرة التكرار. بكثرة التكرار. انتبهتوا؟ يعني هلأ كل واحد فينا مثلا أمه تقول له: يا ابني وأنت لما تعود إلى البيت أحضر لنا خبز وطماطم وليمون وخس وخيار، فيحفظ ويذهب إلى السوق ويشتري. تمام؟ طيب بعد شهر اسأله: ماذا أحضرت لأمك من شهر؟ يقول لك: والله ما بتذكر. ليه؟ لأنها دخلت إلى الذاكرة القريبة. هذه أشبه بالمسودة. شو بيقولوا بالمسودة يعني؟ انتبهتوا؟ يعني للاستعمالات القريبة اسمها الذاكرة القريبة، للاستعمالات اليومية. أما المعلومات التي أريد أن تكون معي طول العمر وين لازم تدخل؟ إلى الذاكرة العميقة، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الترداد. أبدا أبدا، ما في حل ثاني. هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية. فهمنا شو يعني إحدى رواياته التلفظية؟ نعم، إلى الذاكرة العميقة. للإنسان نوعان من الذاكرة: ذاكرة قريبة لحاجاته اليومية وما شابه ذلك، وتدخل المعلومات إليها أولا ولكنها لا تدوم فيها طويلا. ثانيا، ذاكرة عميقة تدخل إليها المعلومات من الذاكرة القريبة بسبب إيه؟ الاهتمام والتكرار. يا أخي، إذا شيء مالك مهتم فيه والله لن تحفظه. إذا ما كنت مقبل يا يحيى اهتمام. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، بعمره ما بيحفظ هذا بعمره، خاصة إذا في جوال بإيده. يا سلام، إذا ماسك الجوال وشغال على الفيسبوك وعلى ما بعرف مين انستغرام، بعمره بحياته ما بيحفظ. هذا القلب لا يسع. ما جعل الله لرجل. أيوة، بدك القرآن بدك تدفع الثمن. عرفان شو يعني القرآن؟ عرفان أنه هذا كلام خالق الأكوان؟ عرفان هو الذي يبقى معك؟ عرفان هو الذي يصعد بك في درج الجنة؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لا تقال للفقهاء هذه المنزلة، لا تقال للفقهاء ولا للمحدثين. لهم منازل عظيمة، لكن منزلة اقرأ وارتقي أو اقرأ وارقى لا تقال إلا لمن استظهر القرآن بقدر حفظه. بيحافظ جزء عامة بيطلع بقدر جزء عامة، حافظ عامة وتبارك بيطلع بقدر عامة وتبارك، حافظ عامة وتبارك والبقرة كذلك. وهذا من الحديث: فإن منزلتك وين؟ عند آخر آية تقرأها. قالت أمنا عائشة: وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. السيدة عائشة من فين جابت هالمعلومة؟ هذا لا يقال فيه بالرأي. عرفتوا الرأي؟ لو لم تكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجرأت على ذلك. هذا من الغيوب. لذلك علماء الحديث يجعلون مثل هذا الخبر عن السيدة عائشة بمنزلة الحديث المرفوع إلى رسول الله، كأنها قالت قال رسول الله. هي ما صرحت، هي ما قالت قال رسول، لكن كأنها. انتبهتوا؟ فيعطى منزلة الحديث المرفوع إلى رسول الله لأنه لا يقال فيه بالرأي. انتبهتوا؟ لا يقال فيه بالرأي.
كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرئ أمامه ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم ما يعلمهم إلا قليل، فكان يقول أنا من القليل. شو كان يقول؟ أنا من القليل، كانوا 7 وثامنهم كلبهم. انتبهتوا؟ فهذه أشياء لا يقال فيها بالرأي، فحكمها حكم المرفوع. فهذا القرآن العظيم إذا لم نقدر قدره، ما بالله عليك لو عندك جوهرة وهذه موجودة أيضا بالشيشاني كلمة جوهرة، هي صاروا كلمتين، وي وجوهرة. وأريت هذه الجوهرة الإنسان فأمسكها باستهتار، يقول لك شو هذا؟ قلت له هات تأخذها منه، أنت ما لا تصلح لهذه الأشياء، أنت لا تقدر الأشياء الثمينة. فما ممكن ربي يعطي القرآن لإنسان لعاب، ما ممكن. بدك القرآن أولا بدك تعرف شو هو القرآن، كلام رب العالمين خالق الكون. ثانيا بدك تنكسر إلى الله عز وجل أن يجعل في صدرك نسخة منه، من كلامه، بدون ذلك مستحيل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو آيات بينات وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. ربي ما بيجعل كلامه في قلب لاه ساهن. انتبهتم؟ فالذاكرة العميقة تدخل إليها المعلومات بعد إيه؟ كثرة الترداد والتذكار. انتبهتم؟ نحن ذاكرتنا أيها الإخوة لحم ودم، ما هي مثل هذا الميموري، هذا الميموري أو الكاسيت اللي كان كاسيت من 40 سنة 30 سنة. ليست كذلك. الكاسيت يحفظ من مرة واحدة، أليس كذلك؟ لكن ذاكرتنا حتى تدخل المعلومات إلى الذاكرة العميقة تحتاج إلى إيه؟ إلى تكرار كثير، يختلف من شخص إلى آخر، ليس له قاعدة. ذاكرتي غير ذاكرتك، غير ذاكرة فلان، غير ذاكرة فلان. في أناس تحفظ بعد 7 مرات 8 مرات، في أناس بدهم 20 من في ناس بدهم 50، لكن في النهاية كله بيحفظ. في النهاية كله يحفظ إن ثبت وإن استمر. نريد أن نذهب من هنا إلى داغستان، واحد راح مشي، والثاني على دراجة عادية، والثالث على دراجة كهربائية، والرابع بالسيارة، كلهم يصلون في النهاية، لكن واحد يصل قبل واحد، واحد يصل قبل واحد. فإذا ما في يأس. طيب يا أخي، أنا طبيعة ذاكرتي ضعيفة، طبيعة ذاكرتي ضعيفة، ليست مثلكم. مثلا أنا كبير في السن، أنا أم لأولاد، عندي مسؤوليات منزلية، أنا رجل أعمال، أنا موظف في الدولة، عندي مسؤوليات مهمة وأغلب وقتي مشغول، ما عندي إلا أوقات. طيب لا تحفظ كل القرآن، لا تحفظ كله، احفظ البقرة، احفظ عامة، جزء عامة بكفي، احفظ جزء عامة وحافظ عليه، احفظه وحافظ عليه. حافظ عليه بإيه؟ بالمراجعة. لذلك سيدنا رسول الله بأبي وأمي في أحد الأحاديث شبه القرآن، قال مأدبة الله، والقرآن مأدبة الله. مأدبة، عرفتوا شو المأدبة؟ المأدبة طاولة مثل هذه الطاولة عليها طعام، اللي بيسموها في عصرنا بالإنجليزي بيقولوا open buffet. open buffet يعني بوفيه مفتوح، يضعون الطعام هكذا بكميات على طاولة مثل هذه، ويأخذ كل إنسان صحنا فارغا، صحنا فارغ، ويملأ من هذه الطاولة صحنه بما شاء. هذا يضع سلطة كثير، هذا يضع قطعة لحم، هذا ما يضع لحم بالمرة، هذا يضع قطعتين، كل واحد على حسب ذوقه. كذلك القرآن مأدبة، هذا يحفظ عمه وتبارك، هذا يحفظ عمه وتبارك والكهف، هذا يحفظ الكهف وياسين والواقعة والملك، هذا يحفظ البقرة. يعني المهم
ألا يكون هذا الصدر خالي من القرآن. خالي يعني فارغ. قال عليه الصلاة والسلام: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. بيت لكنه خرب. خرب يعني شو دوخن. مو دوخن، دوخن خلاص، دوخن. فالبيت الدوخن يعني خرب. من يرضى مننا؟ من يرضى؟ أترضى يا أخي ويا أختي أن يكون بيتنا دوخا؟ ما نرضى. لازم يكون عامرا، مفروشا، فرشا جميلا حسنا. كذلك القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن. فعلى الأقل يكون في صدرنا يعني قصار السور، هذا الحد الأدنى. الفاتحة يعني بالنسبة لعامة العوام يكفيهم الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والفلق والناس، بكفي، ويكرروها. العوام هؤلاء الذين ترونهم بكفي يا أخي الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله أحد والفلق والناس، ويكرر. عنده قدرة أكثر، بسم الله، مجال مفتوح. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهتوا كيف؟ خذ من القرآن بقدر استطاعتك. لذلك مولانا الجليل شو قال؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما قال فاحفظوا القرآن كله، واللي ما بيحفظ القرآن يا ويله. ما قال. الأمر سهل. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. شو تيسر لك؟ اقرأ. انتبهتوا؟ لكن إن تيسر لك شيء كتير لا تقنع بالقليل. انتبهت كيف؟ إذا الله يسر لك، الحمد لله الآن الشيشان تشهد نهضة قرآنية عظيمة باهتمام من فخامة الرئيس حفظه الله وسماحة المفتي. اهتمام كبير. من منكم يعيش في الشيشان من 20 سنة 25 سنة يعلم كيف كان الحال ويرى الآن. من كان يتوقع في غروزني أن يكون هذا الجمع؟ ما الذي أتى بكم؟ هل وعدوكم بشيء على الحضور؟ وعدوكم اللي بيحضر له $100 200 ولا شيء؟ ولا أنا. ما جئنا إلا حبا بالله وبكتاب الله. هذا الذي جمعنا، وهذا الذي صبركم على هذا الحر. وأنا أراكم تتصببون عرقا، وأقول يمكن غدا، لعله غدا يصير العدد أقل. ما عم يصير العدد أقل. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يبارك فيكم، الله يقيكم حر جهنم بصبركم على هذا الحر البسيط الذي لا يقارن ولا 1 من مليون من نار جهنم. اللهم آمين آمين. إذن يا أيها الإخوة، القرآن مأدبة الله، خذوا منه ما تطيقون. إذا لم تستطع يا أخي أو يا أختي أن تحفظ القرآن كله لا تحزن، لا تحزن. خذ ما تستطيع وكرره وانتهى الموضوع. اقرأ نظرا، يعني ليس من الضروري أن تكون قراءة غيبا. اقرأ نظرا. بدأت ختمة، امشي، انتهت، عود وختمة ثانية. قال ذلك الصحابي: ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال: الحال المرتحل. الحال هو الذي وصل من السفر. يقال فلان حال، وأصلها حالل بوزن فاعل. الحال المرتحل. شو يعني المرتحل؟ المسافر. قال الصحابي: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره، ومن آخره إلى أوله، كلما حل ارتحل. عرفتم؟ لذلك من سنن القراء إذا أنهوا الختمة أن يعودوا فيقرأوا الفاتحة وال5 آيات الأول من سورة البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، عملا بهذا الحديث الشريف: الحال المرتحل. انتبهتم؟ أنا بعدتها.
ذاكرة عميقة تدخل إليها المعلومات من الذاكرة القريبة بسبب الاهتمام الذي أخرجني من الحديث كلمة الاهتمام. لابد من الاهتمام أيها الإخوة والتكرار. وتدوم مع الإنسان طويلة، إن شاء الله بتدوم معنا طول العمر. الله يجعل القرآن في صدورنا ما حيينا. أدوات حفظ القرآن. أنا بدي أحفظ القرآن، شو الوسيلة؟ عندك هذه الوسائل: النظر بالعين، النطق بالفم، السماع بالأذن، الكتابة، هذه بين قوسين عامل مساعد. لا أنا أريد أن أحفظ، أعطوني مصحف أي شيء. ها مثلا هذا مصحف، بدي أحفظ صفحة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن أفضل شيء أن أقرأها على أستاذ. هذا أفضل شيء، أقرأها على مين؟ على أستاذ، حتى لا أحفظ خطأ. يكون معي مصحف. فلعلي أحفظ كلمة خطأ، الأستاذ ينبهني. وأنتبه لعلامات الوقف: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. شايفين القراءة كيف بطيئة؟ وعيوني مفتوحة، لا أذهب أعود، كل عيوني هنا. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذا 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 وكذا. طيب إذا كنت والله ذاكرتي قوية جدا بقرأ الصفحة كلها، لا ذاكرتي وسط بقرأ نصف صفحة، نصف صفحة، ثم أعيد ثم أعيد ثم أعيد ثم أعيد ثم أعيد. أول ما يعلق المعنى. عرفتوا شو المعنى؟ يعني المعنى الإجمالي للصفحة. ثم بعد ذلك يبدأ يعلق الألفاظ، لكن مو كلها في دفعة واحدة. يلا 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 أعيد وعيوني تنظر، العين تنظر، والفم ينطق، والأذن تسمع. كم نسخة؟ 3 نسخ: نسخة منظورة، نسخة منطوقة، نسخة مسموعة. الكفيف الله يعافيه ولا يبتلينا ممكن يساوي نسختين: نسخة مسموعة ونسخة منطوقة. لكن المبصر بيحسن يساوي كم نسخة؟ 3. هل عرفتم لماذا يقال عن قراءة القرآن تلاوة؟ لأن الفم يتلو العين، يتلوها يعني يتبعها. تلا فلان فلانا يعني جاء بعده. انتبهتوا شو معنى التلاوة؟ تلا يتلو، لأن الفم يتلو العين، العين تنظر والفم يتبعها، لذلك اسمها تلاوة. انتبهتم؟ والأذن تسمع. في بعض إخواننا يعني ما تهيأ لهم من يدلهم على الطريق، بتلاقي ماسك المصحف أخي ماذا تفعل؟ بيقول لك عم بحفظ القرآن. طب ما عم تنطق، بيقول لك عم شوف بعيوني. طيب حرمت فمك من النطق وحرمت أذنك من السماع. أنت الآن تعمل بعضو واحد اللي هو العين. لماذا يا أخي؟ الله أعطاك 3 أعضاء، أهملت 2 وعم تشغل الثالث. هذا كسل هذا. انتبهتوا؟ العين تنظر، الفم يتبعها يتلوها ينطق، والأذن تسمع. انتبهتوا كيف؟ إذن النظر بالعين كما نرى على اللوحة، النطق بالفم، السماع بالأذن، والكتابة. في بعض البلاد متعودين على الكتابة، لا أدري عندكم في الشيشان. نحن في بلاد الشام ما لنا متعودين على الكتابة، ولا في الجزيرة العربية متعودين عليها. في بعض الأرياف المصرية، وفي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. كل المغرب العربي يكتبون كلهم،
بيسموه تصحيح اللوح. يقول فلان يصحح اللوح، يكتبون على لوح فإذا أو يعني كتبه يأتي به إلى الأستاذ فيصحح الأستاذ له ويمحوه ثم يكتبه مرة ثانية، مرتين، ثلاثة، أربعة، يعني لهم طريقتهم. نحن في بلادنا لسنا متعودين على الكتابة، يعني يمكن هم يستعملون الكتابة يمكن لقلة المصاحف، عرفتوا؟ لكن الحمد لله ببلادنا المصاحف موجودة ومنتشرة، والآن بوجود الجوالات كل جوال فيه مصحفين ثلاثة وأكثر، أليس كذلك؟ نحن ملوك، نحن نعيش ملوك، والله لو شكرنا ربي ليل نهار قليل. مو معقول، نحن عصرنا هذا عصر العجائب. يا أخي أنا لما كان عمري 14 سنة كنت أجري جري من المدرسة إلى البيت لأفتح الراديو على إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لأستمع إلى محمود خليل الحصري ومحمود علي البنا وعبد الباسط والمنشاوي وختمة محمود خليل الحصري على رواية ورش. كنت أشعر بسعادة. والراديو يعني سيء، أحيانا تجد الصوت ذهب وأحيانا يأتي يعني الشيخ أدركت هذه الفترة. يا أخي أنت الآن كلكم في جيوبكم، كل القراء جالسين في جيبكم، كلكم بجيبك في محمود خليل الحصري. تصحيه الساعة 1 بالليل بيصحى، توقظه بيقوم، تقول له اقرأ لي سورة النور بيقرأ لك، وطي صوتك بيوطي صوته، ارفع صوتك بيرفع صوته، عيد بيعيد، لا بيقول لك جوعان ولا بيقول لك نعسان ولا بيقول لك عطشان ولا بيقول لك بدي نام. أليس كذلك؟ نحن ملوك. والله الملوك ما كان عندها هيك، الملوك ما كان عندها. فعلينا أن نشكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا مقياس لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انتبهتوا؟ فهناك مصيبة يا إخواني ويا أخواتي، هناك مصيبة اسمها إلف النعم. ما اسمها؟ إلف النعم، أن نألف النعمة. عرفتوا شو معنات نألف النعمة؟ أيوة، أن نتعود على النعمة. ما عدنا نشعر بقيمة الكهرباء، ما عدنا نشعر بقيمة المكيف، ما عدنا نشعر بقيمة المصعد. أنا أسكن هنا في فندق الدور 27، أنا فيني أصعد 27 طابق؟ والله ما فيني. أدخل إلى غرفة صغيرة وأقف أجد نفسي في الدور 27. هذا نعمة ولا مو نعمة؟ تستحق الشكر ولا ما تستحق الشكر؟ أفتح الحنفية ينزل ماء بالدور 27. كيف وصل الماء للدور 27؟ هناك مضخة تدفعه من الأسفل إلى الأعلى. على أي شيء تعمل هذه المضخة؟ على الكهرباء. طب لو انقطعت الكهرباء ما في مضخة، يعني ما في ماء. نحن غارقون بنعم الله عز وجل، مغمورون غمر هكذا. فالله يرضى عليكم، انتبهوا لمصيبة إلف النعم. ركبت سيارتك، اشكر الله، قول الحمد لله، لو ما ربي رزقني هالسيارة كيف أنا كنت بدي أقطع هذه المسافات؟ وجدت طعام في بيتك، اشكر الله. في ناس ما عندها أكل، وجدت بيت، وجدت غرفة، وجدت سقف يؤويك. في ناس ما عندهم هذا السقف، ومسلمين مثلي ومثلك. فلئن شكرتم لأزيدنكم. حفظت جزء عما، اشكر الله، يمكن ربي لأنك شكرته يكرمك بتبارك. عرفتوا؟ حفظت عما وتبارك، اشكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه النعم كم من القراء في جيب كل واحد منكم؟ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في جيبكم، محمود علي البنا، منشاوي وغيره. يعني أنا أذكر على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر.
فهذه النعم بحاجة إلى شكر. إذن ما هي الأدوات المعينة، ما هي أدوات حفظ القرآن؟ النظر بالعين، النطق بالفم، السماع بالأذن، الكتابة. أركان عملية حفظ القرآن الكريم. أنا بدي أحفظ القرآن الكريم، شلون؟ ماذا أفعل؟ 5 أشياء. حفظ القرآن الكريم يكون بإذن الله تعالى من خلال 5 تاءات حصرتها أنا بحرف التاء حتى يسهل حفظها. التصميم يعني الإرادة. إذا لم تكن مريدا حقا بعمرك ما بتحفظ. التضرع إلى الله، الدعاء. يا ما حفظ، يا ما دعينا، يا ما كل ما كان يقال هذا الموطن موطن إجابة، أول شيء أدعو به أنا وأمثالي يعني حفظ القرآن. الخطيب يوم الجمعة أقول قولي هذا وأستغفر الله، على طول نرفع يدينا، اللهم اجعلني من حفاظ كتابك، اللهم اجعل في صدري نسخة من كلامك. دعاء الوالدين، ماما الله يخليك ادعي لي احفظ القرآن. انتبهتوا؟ هذا ايش كمان؟ عند ختم القرآن دعوة مستجابة. عند ختم القرآن دعوة مستجابة. ادعوا. كنا ندعي بحفظ القرآن. عند شرب زمزم يستجاب الدعاء. لما كنا نزور الحجاج ويضيفوننا زمزم بكاسات صغيرة هكذا، كنا نمسكها بإجلال وتوقير. اللهم اجعلني من حفاظ كتابك، اللهم اجعل في صدري نسخة من كلامك، بتضرع. هو الهدف رقم 1 في الحياة. انتبهتوا؟ بهذه الحرقة يحفظ الإنسان باللامبالاة ما ممكن. والذي لا يصدق فليجرب. إذن التضرع إلى الله. 3 التركيز. التركيز يعني الحضور الذهني. الحضور الذهني، حضور الذهن. مو تكون ماسك المصحف وعم تقول هلأ بعد شوي بدي روح على البيت، وبعدين بدي آكل، وبعدين أنا واعد سعيد، وسعيد واعد مصطفى، مصطفى واعد عمر، وعمر واعد علي، وبدي أشوف مباراة كرة القدم. يا سلام، وبدك تحفظ القرآن؟ ما بتزبط، ما بتزبط. يا هادي يا هادي، بدك تركز. عرفتوا شو التركيز؟ التكرار. بدون تكرار ما في حفظ أبدا. والأمر الخامس والأخير التعاهد. قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. الجمل لما ينيخونه، لما يجلس يجعلون يده هكذا ويضعون هنا حبل مستدير، يسمونه عقال. يقال عقلت البعير. عقلته يعني ربطته، لأنه يده ما يستطيع. فالجمل الجمل عفريت، شو بيعمل؟ بحك هيك، بضل بيعمل هيك لحتى فوالذي نفسي بيده لهو، أي القرآن، أشد تفصيا. تفصيا يعني تفلتا من الإبل. الإبل جمع يعني الجمل في عقولها، هذا العقال وجمعه عقل. انتبهتوا كيف؟ فلا بد من المراجعة. من يحفظ ولا يراجع كالذي يزرع ولا يسقي. إذا مزارع من المزارعين زرع وتعب وعرق، ولكنه لم يسقي هذه الشجيرات، أتنبت؟ ما تنبت. لا بد من السقاية. وسقاية الحفظ مراجعته. سقاية الحفظ مراجعته. هذه هي الأمور ال5 التي هي أركان عملية حفظ القرآن. الأمور المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل: أول شيء إخلاص النية. هذه أهم شيء، ليس في حفظ القرآن لوحده، في كل الأعمال يا أخواننا. نصيحة من أخيكم: لا تفعلوا عبادة من العبادات إلا بقصد رضا المولى. أي شيء
لا تحفظ القرآن ليقال عنك حافظ، لا تحفظ القرآن ليقدموك في المجالس، لا تحفظ القرآن لتدخل مسابقة وتفوز وتاخذ ما بعرف كم. نعم. ثانيا صدق التوجه، هذا أمر معين جدا. ثلاثة اغتنام الأوقات. اغتنام الأوقات. الأوقات أنواع، في أوقات تعب، واحد مجهد ونعسان، طيب عود شلون بدك تحفظ يا أخي؟ هاي القرآن سيقول السفهاء ما بتحفظ، ما بتحفظ. بدك تنتقي أوقات يلي بتكون فيها لا لك نعسان ولا لك جوعان ولا لك تعبان، لا لك نعسان ولا لك جوعان ولا لك تعبان. تكون الخلايا الدماغية إيش؟ نشيطة ومستعدة لالتقاط المعلومات. اغتنام الأوقات. والبعد عن المعاصي، هذا أساس، هذا أساس. قال الشافعي عن شيخه وكيع، له شيخ اسمه وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. واضح؟ والخامس الثبات. واحد تأتيه الهمة شهر شهرين ثم تبرد همته، ما بيحفظ. عرفتوا شو الثبات؟ قال الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات. عرفتوا؟ حفظ القرآن مثل سباق الماراثون. تعرفوا سباق الماراثون؟ هذا موجود في دول يبدأون بالجري، هو سباق بالجري، يقفون 10,000 واحد ويطلقون صافرة البدء وينطلقون، بس يصل 5 7 طيب وال10,000 الله يتقبل. عرفتوا؟ فحفظ القرآن كذلك ماراثون. لكل إلى شأو العلا، الشأو والشأن واحد. لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات. هذا هو الأمر الخامس والأخير من الأمور المعينة على حفظ كتاب الله. وبهذا نكون ولله الحمد قد أتينا على كتاب التجويد المصور كاملا. من علم ما فيه من معلومات لا يحتاج إلى غيره. ما في معلومة تلزم قارئ القرآن إلا وقد ذكرت في هذا الكتاب، ولا يضرك جهل غير هذه المعلومات. انتبهتوا كيف؟ فاحرصوا عليه وانتفعوا به، وها قد علمتكم إياه فعلموه لمن بعدكم، وانشروا الخير في الأمة، واخرجوا من الشيشان، اخرجوا إلى الجمهوريات الأخرى، علموا أمة الإسلام، انشروا الخير. كلكم رجال ونساء. عرض عليك أن تقيم دورة في مكان كذا، اذهب علم ما تعلم، والذي لا تعلم قل سأسأل عنها وأجيبك. لا تتكلم من عند نفسك. لا يعيب الإنسان أن لا يعلم، لكن يعيبه أن يتكلم بغير علم. وضح؟ كونوا نفاعين، كونوا نفاعين لأمة الإسلام. ولعلي ذكرت لكم شيخنا، أحد شيخي الأول اسمه الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله. شيخه الذي حفظه القرآن اسمه عز الدين العرقسوسي. كان الشيخ عز الدين العرقسوسي كما حدثنا الشيخ محي الدين الكردي يقول: اللهم لا تمتني حتى أحفظ 40 واحدا. اللهم لا تمتني حتى أحفظ 40 واحدا. وقد قال شيخنا أبو الحسن: وقد كان له ذلك. وأنتم ادعوا، كل واحد منكم يقول يا رب يا رب، لكن يقولها من قلب صادق. أكرمني أن أعلم كتابك، يعني الحد الأدنى 40 واحد، والفوقاني مفتوح. انتبهتوا؟ الفوقاني مفتوح مع المحبرة إلى المقبرة. لا نترك التعلم والتعليم إلى أن نلقى الله. انتبهتم؟ هكذا إن شاء الله يكون ربنا راض عنا
وهذا الحال يرضي الله ويرضي رسول الله، ويوصلنا إن شاء الله إلى المنازل العالية من الجنة. اللهم آمين آمين آمين. وأقول بلسانكم جميعا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فرحنا ببدء الدورة، ولكن كان في قلبنا خوف. من ماذا؟ من أن لا تستمر، من أن تنقطع، من أن تأتي عوارض تقطعها، مرض، سفر، وفاة عزيز أو قريب. فالذي أكرمنا بحضور بدئها أكرمنا اليوم بحضور ختامها. فيا لها من نعمة، ويا له من فضل، ويا له من كرم. اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين تعلمنا وتعليمنا، واجعلنا جميعا نفاعين للأمة المحمدية أينما حللنا وحيثما نزلنا مع رضاك عنا يا مولانا. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كم بقي؟ كم الساعة؟ 7:07. متى يؤذن؟ 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. مين الرسول الكريم؟ جبريل عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. ثم اسم إشارة للبعيد، ثم بضم الثاء أداة عطف، أداة
عطف. مطاع ثم يعني في السماء. سيدنا جبريل شو بيقول؟ كل الملائكة يسمعون الكلام. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. يعني الضنين يعني بخيل. ضن يعني بخيلة. يعني بأبي وأمي نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ببخيل على الوحي. يعلم هذا ويعلم هذا، فكلنا نريد نتشبه به. ما بيقول لك اتباع السنة، هي السنة، يلا تعالوا كلنا نتبع هذه السنة، ألا نكون بخلاء في التعليم. وما هو على الغيب، الغيب اللي هو القرآن، بضنين، ليس بخيل على القرآن، يبلغ. انتبهتوا كلكم هكذا، إياكم أن تكونوا بخلاء في التعليم. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون. فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا أداة نفي، أداة ما هو إلا ذكر للعالمين، بمعنى ما. انتبهتم؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. كراما كاتبين.
يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. غدا إن شاء الله نقرأ من كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. نلتقي في 5:30 كعادتنا، ولعل الله يكرمنا إن شاء الله إكمال الجزء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.